تعد إلهام شاهين واحدة من أبرز القامات الفنية في مصر والعالم العربي، حيث تميزت مسيرتها بتقديم أدوار جريئة ومركبة تركت بصمة واضحة في السينما والتلفزيون. محطات بارزة في مسيرة إلهام شاهين: البداية القوية: بدأت مشوارها الفني في أواخر السبعينيات، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت في الثمانينيات من خلال أفلام هامة مثل الهلفوت مع الزعيم عادل إمام. التنوع الدرامي: قدمت أكثر من 100 فيلم سينمائي وعشرات المسلسلات، ومن أشهر أعمالها ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، وبطل من ورق. الجوائز والتكريمات: حصدت العديد من الجوائز الدولية، لعل أبرزها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلمها حظر تجول. الإنتاج السينمائي: لم تكتفي بالتمثيل فقط، بل خاضت تجربة الإنتاج لدعم السينما الجادة، مثل فيلم يوم للستات وهز وسط البلد. تعتبر إلهام شاهين دائما صديقة الجميع في الوسط الفني، وغالبا ما تشهد حفلات عيد ميلادها حضورا لافتا لأبرز النجوم مثل يسرى، ليلى علوي، وهالة صدقي، مما يعكس علاقاتها الطيبة مع زملائها.